اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاي فيديو جديد ضرب نار. النهارده احنا رايحين ندور على عمر شاور في دبي. عمر شاور مفكر ان هو قلب مننا وهرب بره مصر. هو قلب من العيال بس ما قلبش مننا، وعمال ينزل ستوريهات. انا هوريكم اجزاء منها دلوقتي. وعربيات لامبورجيني وعربيات لامبورجيني وعمال يخربها هناك. احمد صلاح فرحات. احنا هنروح عشان عايزين نركب اللامبورجيني وعايزين نشوف الدنيا ماشيه ازاي معاهم هناك. خليكم معانا في رحله البحث عن عمر شاور عشان هتبقى دمار شامل. دمار شامل. القناه دي هترجع تشتغل، شاور سينو دي هترجع تخرب الدنيا تاني. بصوا يا جماعه، ما ينفعش اطلع بفلوس مصري على الطياره، فانا هصرف كل الفلوس المصري اللي معايا حوالي 1000 جنيه كده ولا حاجه. جبت ده، شوفي ده جميل قوي روعه ومستورد ب 4.5 دولار. ده منتوس مستورد ب 7 دولار. خلوا نفسنا قبل ما نجيب عمر. احنا هنلف لفه كده، المهم ان انا اصرف ال 800 جنيه ما اطلعش بولا جنيه على الطياره. 11 دولار 11 دولار. انت متخيل يا مان؟ دلوقتي يا جماعه احنا داخلين على اخر مرحله قبل ما نسافر دبي ونركب الطياره. دلوقتي الطياره هتيجي هنا، هتيجي تقف هنا دلوقتي على الحمل اللي هناك ده. احنا بنعدي من الممر اللي هناك ده زي ما انتم شايفين كده، والطياره تقف هناك زي دي. احنا اول ما الطياره الكبيره تيجي تقف هنا هنصورها لكم ونبدا الرحله بتاعتنا. في جحيم هيشتغل عند عمر شاور، حياته هتقلب جحيم زي ما هو جاي في شهر عسل ورخم عليا بوظ عليا شهر العسل كده لحد شرم الشيخ. كان كل حاجه صوت وصوره متسجله، احنا مفيش حاجه بتضيع من عندنا. مرات في كل حته وتصوير في كل حته. زي ما انت جيت لي في شهر العسل خمت عليا، خليتني اسيب شرم الشيخ وامشي، قطعت عليا متعتي. انا هاجي هقطع عليك متعتك انت واحمد صلاح فرحات. انتوا الاثنين مقضينها هناك وانا شايف الاستوريهات. هاجي بعد كده مفيش متعه تاني. احمد شاور اللي هيجي يستمتع. بس يا جدعان، وبعد معاناه وصلنا اخيرا مطار دبي. بقالنا مثلا شويه حلوين كده، يا دوبك قعدنا استريحنا شويه بس ودخلنا الحمام وروقنا على حالنا كده. وهنبدا بقى دلوقتي رحله التدوير على عمر. المفروض ان لسه النهار طالع دلوقتي. انا هطلع بقى ابدا استفسر، اسال الناس هل هم شافوه. هو مميز طبعا بشعره، فاكيد في ناس كتير شافته في دبي او حوالين المطار. يعني هسال جوه المطار واسال بره المطار، حد قابله، حد خده في سكته، واحد بتاع تاكسي مثلا قابله وصله في حته ما. اول ما هوصل له انتوا هتبقوا معايا وهتشوفوا الموضوع هيحصل ازاي لحظه بلحظه، عشان يعني ما ينفعش ان هو يسيبني في مصر. انا هشهدكم وقسما بالله شهاده قدام ربنا تحاسبوا عليها. ما ينفعش يسيبني وانا في مصر ويجي هو هنا في دبي لوحده. دي حاجه ما تنفع، من غير ما يقول، من غير ما يعرفني، من غير ما يقول انا رايح فين، هاجي امتى، هروح اعمل ايه. انا اكيد مش هحل بقى. خليكم معايا بقى لحد ما نشوفه ونقابله. طبعا هو عمال ينزل في الفيديوهات في الفتره اللي انا كنت بسافر فيها دي. دلوقتي المفروض ان الطياره هتقلع الشيراتون. طبعا ابو صلاح المفروض ان هو هيمرمطنا النهارده. عمال ينزل فيديوهات، عمال يركب في عربيات والدنيا معاه جميله والدنيا خربانه معاه على الاخر يعني. فانا مش هحل، انا لازم اركب عربيات برضه ولازم ازقطط واظبط حالي. واخيرا يا جدعان وصلنا دبي. هيطلع ننام لان انا مش شايف قدامي بصراحه. انا نمت في الطياره نوم ابن لذينه، بس برضه تعبان لسه، فهطلع انام ونكمل لما نصحى. ساعات يا سيادنا بدور على عمر شاور ومش لاقيه في اي حته، ومش عارف ممكن الاقيه فين. البلد دي طويله قوي وكبيره قوي. الطقوسه هنا مش عارف اقول لهم شارع ايه حتى، ولا اقول لهم ما اعرفش اسم. في مترو ومحطات كتير واماكن كتير، مش عارف بصراحه ايه اللي المفروض. انا قايل له، بعت له رساله قلت له عرفته ان انا هاجي الساعه 9. سوى التقدير خسرنا كتير. عادي بقى عادي بقى، جات اكتر يا صاحبي. زي ما انتوا شفتوا يا جدعان طبعا الابراج والكلام ده، بس انا بصراحه مش رجلي دغدغه، حاسس ان صوابع رجلي بقى عمال يعمل كده واقعد. بس هيقولوا علينا متسولين جايين هنا من مصر بقى، جايين ان نتسول هنا. فانا مش هسوق سمعه المصريين طبعا. انا هستحمل لحد ما اشوفها. خليكوا بقى ندور مع بعض شويه يعني. بس يا جدعان هنفضل ندور بقى. ممكن ندور في الجناب ديت، في الجناب دي. ممكن يكون في اوتيل مثلا، ممكن يكون في اي حته من الحتت ديت. مش اي حد تتصل عليه؟ حد تبعت عليه تتصل عليه ولا حاجه؟ شرميتو اخويا